شكرا للإخوة في المكتب الوطني على إتاحتهم لنا نحن قبيلة أيت موسى أيت الحسن سعيد الفرصة لطرح قضيتنا أمام الحضور الكريم وأمام المنابر الإعلامية الحاضرة معنا للتعريف بها. سيدي الرئيس، إن فرع الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي فرع دائرة فنفرة جعلت من أولوياتها قضية طال أمدها ووصل إلى أزيد من 60 سنة، وكما سترون هذه القضية تجمع تناقضات وتفاصيل كثيرة كان الهدف منها طمس الحقيقة رغم أن الحقوق واضحة، ولكن إجراءات التنفيذ معقدة بحيث أن ذوي الحقوق أرغموا على الدخول في متاهات البيروقراطية الإدارية وتم وضعهم أمام واقع معقد بهدف ربح الوقت والجهد لكي يتسنى للطرف الآخر المزيد من المناورة والمراوغة وشراء الدماء. وقبل عرض وقائع وتفاصيل القضية لا بد من التعريف بالأطراف المتنازعة. أولا، المطالبون بالحقوق هم أبناء قبيلة أيت موسى أيت الحسن سعيد بإقليم خنيفرة. الطرف الآخر المغتصبون هم أبناء وورثة الباشا أمحزون حسن الذي شغل منصب باشا أثناء الاستعمار الفرنسي. والآن سأعرض على حضرتكم الوقائع. منذ حوالي سنة 1930 وقع نزاع بين أمحزون بولعايدي والباشا أمحزون حسن، وهم ينتمون إلى دوار أيت موسى أيت الحسن سعيد بخنيفرة، حيث تطور هذا النزاع إلى حرب أهلية مما أدى بالباشا آنذاك أمحزون حسن إلى تكوين مرتزقة من القبائل المجاورة والاستنجاد بالمستعمر آنذاك، حيث هاجمونا نحن قبيلة أيت موسى ومعنا كذلك أمحزون العايدي في مزارع تسمى مزارع تملكت، وأخرجونا بمدافع المستعمر ورحلونا إلى مزارع أخرى تسمى تمزاورت بأزغار. وبعد مرور الوقت واستمرار الأجداد ديالنا بطبيعة الحال بأزغار هاجموهم مرة أخرى وأخرجوهم من هذه البلاد بمعنى من تمزاورت، حيث تشتت شمل هذه القبيلة وتفرقوا على مناطق أخرى كمناطق مجاورة كالقعيدة عرعار أم الربيع إلى آخره، والبعض بقي في الجبل إلى آخره. وبعد وفاة أمحزون الباشا يعني الباشا أمحزون حسن سنة 1945 تقدم وكيل ورثة أمحزون اللي هو مولاي أحمد هو ابن الباشا بدعوى للمحكمة بخنيفرة لإفراغ مستغلي الأراضي التي ورثها عن أبيه مؤقتا، ومن ضمنهم صهرهم الرحالي معزة الذي كان في مزارع تمزاورت آنذاك، حيث حكمت المحكمة العرفية بأزرو بعد استئنافها من محكمة أيت حركات بخنيفرة، وبناء على شهادة بعض مستشاري القبائل على أن الأعيان ديال الباشا وأغلبهم من آثار المستخدم يستغلون الأراضي مقابل شروط معروفة فيما بينهم. وبعد رجوع المغفور له محمد الخامس من المنفى تقدمت قبائل زيان بشكايتهم حول الأراضي التي انتزعت منهم من طرف آل أمحزون، وذلك بمدينة إفران، حيث قرر المغفور له تكوين لجنة ملكية لفض النزاع القائم بين قبيلة زيان وآل إمحزان واسترجاع كل الأراضي المسلوبة لأهلها. وقد قامت هذه اللجنة بمهامها منذ سنة 1963، حيث وقع فيها 28 صلح واتفاق. دون هذا في
لدى قاضي التوثيق بخنفرة تحت عدد 519 صحيفة 230 في 20/8/1965. وبعدها نفذ أبناء مهروق يعني أبناء عمومتهم هذا الاتفاق كاملا وهذا مشهود له، إلا أن ورثة الباشا حسن لم ينفذوا كل بنود هذا الاتفاق والصلح، ومن ضمنه البند الأخير رقم 28 الذي يتعلق بأراضي أيت موسى أيت الحسن وسعيد. ومنذ ذلك الوقت طالبنا بالتنفيذ ومطالبنا بقيت حبرا على ورق، مع العلم أننا نراسل دائما الجهات المعنية ونقوم بزيارة متكررة للديوان الملكي ناهيك عن الاتصال بالعمال المتعاقبين على عمل الخنفرة، لأننا نعتبر أن هذا الملف في أصله ملف سياسي وليس اختصاص المحاكم، إلا أن الطرف الآخر يلجأ إلى المحاكم بوثائق مزورة للملكيات مع التحايل على القانون باستعماله المال والنفوذ بطبيعة الحال. والمستغلون هؤلاء قاموا بتحفيظ هذه الأراضي مرارا وتكرارا، ونحن نكتفي فقط بالتعرض والطعن حسب إمكانياتنا المادية. وما هذا الصبر منا إلا إيمانا منا بدولة الحق والقانون وإمكانية إنصافنا بطرق سلمية، كما هو تعبير على مدى مواطنتنا الخالصة وحبنا للعرش العلوي وللوطن. وهذا ما جعلنا لا نفكر في إثارة الفوضى أو أخذ حقنا بأيدينا وبالقوة كما أخذ منا سابقا، وما زلنا نطالب بحله ليومنا هذا وبدون كلل ولا ملل. وأخيرا نتساءل: ألم يحن الوقت لإنصاف أكثر من 542 أسرة مهمشة من ذوي الحقوق؟ ونحن في دولة الحق والقانون، ونحن نتغنى بدستور جديد. وشكرا. شكرا الأخ غسيم عقامومتي أيت موسى التابعة لإقليم خنيفرة. هذا الملف طبعا اللي هو تناول بشكل موصل، وطبعا من خلال نقاش تناول القضية على أنه كاينة طبعا جهات اللي هي نافذة في الجيش طبعا اللي هي استولت على هذه القطعة اللي كتنتمي لذوي الحقوق اللي هي قبيلة أيت موسى. طبعا أنا هذا الملف لأول مرة كنعرف من كاين هذا الملف. تنشكر الأخ مجددا على أنه تناول هذه القضية بشكل مفصل وعنده أحكام وعنده، لأنه قال بأنه صدر حكم نهائي لفائدة هذه القبيلة ديال ذوي الحقوق، ولكن الإشكال يوجد في التنفيذ، لأنه ربما كاين جهات اللي كتعرقل هذا الحكم. نشكره كذلك لأنه حاول إمساك القضية من جميع الجوانب القانونية ونكشف بشكل موثق. حنا تنقولوا له بأن الجمعية ديالنا غتوضع رهنة إشارتها هذا الملف هذا، وغادي نحاولوا ندرسوه وغادي نحاولوا نشوفوا يعني الطرق اللي هي غادي تكون سليمة، وغادي نتبعوا هذا الملف إن شاء الله في المستقبل.